السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. فيديو النهاردة مميز جدا جدا وإن شاء الله هيعجبكم. هنعمل كيكة الثلاث طبقات، كيكة اقتصادية وسهلة وبسيطة وإن شاء الله هتنجح معاكي. بس أهم حاجة تابعي الفيديو للآخر عشان تستفيدي بكل ملحوظة أقولها في الكيك. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك وتعليق جميل منكم، ويلا بينا نشوف الطريقة. قبل ما ابتدي في عمل الكيك لازم حاجتين اعملهم. هجهز الصينية، وتاني حاجة اولع الفرن عشان الفرن يسخن كويس عشان لما اخلص الكيكة ادخلها على طول. هدهن الصينية بالزبدة، الزبدة حلوة جدا مش هتخلي الكيك يلزق معاكي في الصينية. هكون محضرة 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهضيف لها شوية فانيليا، وهضيف لها معلقة خل صغيرة. هضرب الخل مع البيض مع الفانيليا بالمضرب السلك. الكيكة سهلة، ما انتش محتاجة ولا مضرب كهربائي ولا خلاط. بعد كده هضيف لها 1.25 كوباية من السكر، وارجع اضربه تاني بالمضرب السلك عشان امزج كل المكونات مع بعضها. ضربتها كويس جدا لغاية ما بقى الخليط لونه فاتح، وهضيف نص كوباية زيت نباتي وامزج المكونات كلها مع بعض. بعد كده هبتدي اضيف الحليب، هضيف 3/4 كوباية حليب. الكوباية اللي بعاير بيها هي اللي بستخدمها في معايرة كل المقادير بتاعتي عشان تطلع مظبوطة معاكي الكيكة. وارجع اقلب كل المكونات مع بعضها. بعد كده هبتدي اضيف المواد الجافة، هبتدي اضيف الدقيق، بس اهم حاجة ان انا انخله قبل ما استعمله، لانك لما بتنخلي الدقيق بتدخلي الهواء ما بين ذرات الدقيق، وده بيسهل عمل الخميرة اثناء التسوية في الفرن. وهقلب المكونات كلها مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي كله في الخليط. هضيف بعد كده ربع كوباية كاكاو خام أو معلقتين كبار من الكاكاو الخام، هنخله علشان اتخلص من أي تكتلات موجودة في قلب الكاكاو. وارجع أقلب المكونات كلها مع بعض لغاية ما الكاكاو يختفي في الخليط. بعد كده هبتدي أضيف كوباية إلا ربع دقيق، يعني كده كمية الدقيق اللي أنا استخدمتها كلها في الكيك كوبايتين إلا ربع. وهضيف معلقة كبيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، وهقلب المكونات كلها لغاية ما الدقيق يمتزج مع الخليط. شايفين شكل سمك العجين عامل ازاي؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه. كده انا مش محتاجة اي اضافات تانية. هبتدي انزل بالعجين في قلب الصينية اللي احنا بطلناها بالزبدة. الصينية مقاس 26، والفرن انا مشغلاه من قبل ما ابتدي في عمل الكيك عشان اول ما اخلص الكيك وانزل بيه في الصينية ادخلها الفرن على طول، والفرن يكون سخن وجاهز معايا. لانك انت لو عملتي الكيكة وسبتيها فترة لغاية ما الفرن يسخن ده بيأثر على الخميرة اللي في قلب الكيكة. كده خلاص هسويها على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. ده شكل الكيك بعد ما استوى وطلع من الفرن. هعمل له اختبار بعصاية الشوي، العصاية طلعت نظيفة يبقى كده التسوية بتاعتها تمام. هبتدي أسلك الإحراف كده من قلب الصينية عشان ما تلزقش وهي سخنة كده من البداية، وهسيبها بعد كده تبرد. وهكون محضرة نص كوباية مية دافية، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة كاكاو خام وأقلبها كويس. مش محتاجة ان انا اضيف سكر لان السكر بتاع الكيكة مظبوط. الكيكة بردت، هبتدي افك الكليبس بتاع الصينية واشيل الاطار اللي حواليها، وهجيب شريط بلاستيك شايفينه هلفه حوالين الكيكة كلها، واتأكد ان هو لافف الكيكة كويس. لو انت حسيتي ان المسافة المرتفعة بتاعت الشريط البلاستيك قليلة ممكن نرجع نفك تاني ونظبط ونطلع بالشريط فوق شوية، بحيث ان انا اعلي المسافة اللي ما بين الكيكة وما بين الشريط دي تبقى عالية لفوق شوية، عشان لما اعمل الطبقتين اللي باقيين من الكيك يبقى مظبوط الارتفاع مظبوط معايا. بعد ما ظبطت الارتفاع بتاع الشريط
هبتدي اركب الاطار بتاع الصينية واقفل الكليبس كويس، وابتدي اوزع الكاكاو اللي احنا دوبناه في المية الدافية، هوزعه على الكيك وهركز على الاطراف بتاعته واسقيها كويس. هقول لكم انا ركبت الشريط ليه. بعد ما الكيكة استوت وبردت، الكيكة بعدت شوية عن الاطار بتاع الصينية، يعني بقى في فراغ ما بين الصينية والكيكة. لما هاجي انزل بالكريمة اللي هي الطبقة التانية فوق من الكيكة، هتنزل في الفراغ اللي ما بين الكيك والصينية، فمش هيظبط الشكل معايا. فانا ركبت الشريط عشان لما انزل بالكريمة الكريمة ترتفع معايا، ما تنزلش على الجناب وتبوظ لي الشكل وتنزل على الكيك. هبتدي احضر الطبقة التانية. هجيب كسرونة وهنزل ب3 كوبايات حليب، وهضيف عليهم كيس كريم كراميل، وهضيف معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. لو انتي مش عايزة القهوة سريعة الذوبان ممكن تستغني عنها. وهضيف 3 معالق كبار من النشا، وهضيف 2 معلقتين كبار ونص من السكر. وهقلب المكونات كلها مع بعض، وهضيف رشة فانيليا، وبعد كده هرفع الخليط على البوتاجاز وهستمر في التقليب علشان ما يحصلش اي تكتلات. واول ما يتقل معايا شوية هضيف له معلقة كبيرة من الزبدة وارجع تاني استمر في التقليب. قوامه ابتدى يتقل، اول ما يبتدي يغلي هطفي عليه، ده القوام اللي انا عايزاه. وهنزل بالكريمة فوق من الكيكة على طول وهي سخنة، يعني ما تسيبيهاش تبرد. اول ما ابتدي انزل بالكريمة هبتدي انزل من نص الكيكة ابتدي، وهي بعد كده هتبتدي تفرد معايا، وبالمعلقة اساوي سطح الكريمة. وهسيب الكريمة تبرد وهدخلها التلاجة لغاية ما اجهز الطبقة التالتة. معايا 1.5 كوباية من الحليب، ومعلقة كبيرة ونص من السكر، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومكعب شوكولاتة. وممكن تستغني عن مكعب الشوكولاتة بس هو بيديها طعم احلى، ومعلقة كبيرة ونص من النشا، ورشة فانيليا. وهقلب كل المكونات مع بعض، وبعد كده هرفعه على البوتاجاز وهستمر في التقليب علشان ما يحصلش اي تكتلات، ومع السخونية الشوكولاتة هتسيح. قوام الكريمة ابتدى يتقل، شايفين قوامه عامل ازاي؟ هضيف له معلقة كبيرة من الزبدة واقلبها مع الكريمة لغاية ما تسيح وتتوزع جوه الكريمة، وهطفي عليها البوتاجاز. وهي سخنة هنزل بيها فوق من الطبقة التانية من الكريمة، لان الكريمة خلاص بردت كويس في التلاجة. هبتدي اوزع الشوكولاتة. اهم حاجة انك انتي توزعيها وهي سخنة، لانها لو بردت معاكي مش هتعرفي توزعيها وشكلها مش هيبقى حلو. ابتدي اوزعها. شايفين ازاي الاطار البلاستيك اللي انا حطيته نفعني ازاي؟ ان هو هيحافظ لي على الشكل بتاع الكيكة، لاني لو ما كنتش حطاه كانت الكريمة هتنزل على الجناب الكيكة من تحت وكان هيبقى الشكل مش حلو. بعد ما اوزع كريمة الشوكولاتة هسيب الحرارة بتاعتها تهدى شوية، وبعد كده هدخلها التلاجة. ده شكلها بعد ما طلعتها من التلاجة، الكريمة جمدت عليها ومسكت. شايفين الشريط البلاستيك؟ سهل انك انت تشيليه من على الكيكة. اخر خطوة هبتدي ازين الكيكة. هكون بشرة شوكولاتة خام وابتدي اوزع الشوكولاتة فوق من الكريمة. الكيكة خلاص كده خلصتها. هبتدي افك الكليبس واشيل الاطار بتاع الصينية، وهدخلها التلاجة لمدة 2 ساعات علشان تشد وتمسك معايا اكتر. وبعد كده هشيل الاطار البلاستيك وتبقى كده جاهزة للتقديم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفة، فعلا جميلة، شكلها جميل وطعمها اجمل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.